عملت لكم اليوم ملفوف بشكل غير عن كل اللي بتعرفوه وبطريقة زاكية كتير رح تعجبكم. الحشوة حامضة مليانة نكهات زاكية ومع دبس الرمان اللي أعطاها إضافة ما بتتخيلوها. ولسلق الملفوف، هاي الملفوفة حجمها تقريبا وسط. بنشيل القموع مثل هيك وبنشيل الورقات الخربانة. بعدين بنحطها بمي مغلية على الغاز، بنحط فيها معلقة صغيرة كمون، وبنحط جهة القموع لتحت بس 5 دقايق لتطرى الورقات من فوق. بعد هيك بنقلبها وبنضلنا واقفين جنبها، وكل ما تفك ورقة بنشيلها عطول. ما بدنا اياهم يطروا كتير لحتى ما يتمزعوا عند اللف. وهدول كل ورقات الملفوف بعد السلق. بنحطهم على جنب وبنحضر الحشوة. بمحضر الطعام بنحط كم ورقة نعناع أو ريحان، شوية كزبرة فريش أو ناشفة، ضرسين توم، حبة بندورة مقطعة، حبة فليفلة حمرا مقطعة، حبة بصل وسط مقطعة، ومعلقتين كبار بقدونس. وهيك بعد ما نفرموا بمحضرة الطعام بنحاول نصفيهم من المي قد ما بنقدر، وبنضيف عليهم 3 كاسات رز مصري مغسولين ومنقوعين. وبنضيف معلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة ملح ليمون، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة بهارات لحمة، معلقة كبيرة بهارات ماجي، معلقة كبيرة رب البندورة، معلقة كبيرة دبس الرمان، معلقتين كبار زيت زيتون. وآخر شي رح نحط 300 جرام لحمة مفرومة. بنخلطهم سوا منيح وبنحطهم على جنب، وبنبلش نحشي الملفوف. بناخد كل ورقة، بنشيل العرق اليابس منها وبنقسمها بالطول، وبنحط الشريحتين جنب بعض بس أطرافهم شوي فوق بعض. بنحط خط رفيع من الرز وبنبلش نلف فيهم، وسهل كتير لفهم ما رح يغلبوكم أبدا. بعدين بنعملهم مثل الحلزونة، بنلفها بهذا الشكل وبنحطها بجات بايركس أو صينية. وهلأ بنحضر الصوص. بنحط نفس البهارات اللي استعملناها قبل: معلقة صغيرة بهارات لحمة، معلقة كبيرة بهارات ماجي، معلقة صغيرة كمون، وربع كاسة حامض ليمون، معلقة كبيرة دبس رمان، وشوية زيت زيتون. بنحط عليهم كاستين مي سخنة وبنحرك. ودوقوها، إذا مو حامضة كفاية ضيفوا كمان ليمون. أنا حطيت معلقة صغيرة من ملح الليمون، تركيزه بيكون عالي وبيعطي حموضة منيحة. بنحطهم على الملفوف بالبايركس مع حبات توم قد ما بدكم. أنا حطيت 5 ضروس. وغلفوه بورقة زبدة وقصدير وعلى فرن محمى من قبل على 180 درجة. وهيك الملفوف بعد ساعة بالضبط مستوي كتير منيح. رح أدهن هلأ وجهه بشوية رب بندورة مع زيت زيتون ومي، وأحمره، وهاد اختياري زي ما بدكم. وهلأ مع رشة رمان وشوية دبس رمان على الوجه. وشوفوا كيف الطعمة اللي مش معقولة. الريحة والشكل والطعم غلبوا أي طريقة تانية. كتير كتير زاكية. جربوها وألف صحة وهنا.